السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. تعالوا بقى مع بعض النهاردة نشوف الغدا بتاعنا ده. غدا اقتصادي وموفر، والنهاردة بقى قلت ايه، ارتاح من وقفة المطبخ شوية بقى، بلا طبيخ والنهاردة يعني ايه، هنوفر يعني غدا، هناكل غدا كويس وفي نفس الوقت اوفر في الوقت وفي المجهود. النهاردة انا هعمل جايبة سمك مشوي. يعني فكرت كده ايه، يعني قلت بدل ما اقف في المطبخ وانا تعبانة، نجيب بقى كده حاجة جاهزة وعلى القد وبرضه سعره معقول يعني. وقلت بقى هعمل معاها بقى عيش طري. يعني كل اللي انا عملته هو العيش الطري، لان العيش الطري بيبقى حلو قوي مع السمك، او العيش اللي هو دوت انا بعمله في الطاسة. طبعا عملته معاكم قبل كده على القناة. ده عبارة عن دقيق اللي هو البلدي، بطلع منه النخالة او الردة، بنخله يعني، مش الدقيق اللي هو الابيض. وبعجنه بقى بالشكل ده كده ان شاء الله ايه. بعجنه بيبقى يعني العجينه بتاعته مش طريه قوي، مش سايله، يعني مش زي العيش اللي هو بخبزه في الفرن. فعشان ما عنديش وقت ان انا اخبز في الفرن، دايما لما ببقى يعني ما عنديش وقت ومش قادره، هأجل الخبيز مثلا يوم او يومين، اللي هو بعمله في الفرن العيش الطري، بروح عامله العيش ده. فعجنت شوية كده على قدي هيكفوني حوالي يومين كده. وقلت بقى اعملهم، انا كده كده جبت الاكل بقى جاهز. فعملت بقى عندي الجريل والطاسة دي، بتنفعني بقى مع العيش ده، يعني بتبقى العيش بتاعها كمان احسن من الالومنيوم، وما بيتحرقش، يعني ميزتها ان هي ايه، ما بتحرقش العيش من تحت. وقلت بقى اعمل شوية سلطة كمان. طبعا السلطة بتاعتي كمان اقتصادية وبسيطة جدا على قد اللي عندي. يعني انا النهاردة ما عنديش خضرة، او ما حدش يعني جاب لي الحقيقة. فعندي طماطم في التلاجة، جبت عليهم بقى بصلاية كده وقطعتها، وكم قرن فلفل رومي. لو عايزة تحطي بقى فلفل حامي، عايزة تحطي شطة، برضو بيبقى حلو قوي. السلطة دي بتبقى جميلة جدا، يعني بسيطة وسهلة وبتبقى حلوة قوي. وبعد كده بقى كمان عصرت عليها ليمونة، وشوية بقى المية كده، اللي هي المية بتاعتها بتبقى حلوة قوي، المية بتاع السلطة دي. خصوصا ان انا ضايفة عليها بصل، يعني اهي من غير خضرة ولا خيار ولا جزر. سلطة اقتصادية وبسيطة وبتبقى حلوة قوي، يا ريت تجربوها. وضفت شوية الملح وشوية الكمون، والاكل كده معايا جاهز. احنا طبعا في الايام دي بنحاول نوفر باي طريقة كده. طبعا وفرت زيت، يعني جبت السمك جاهز، وفرت الزيت ووفرت كمان وقفتي في المطبخ. وكان اكلة حلوة قوي ومشبعة وموفرة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والقاكم بخير ان شاء الله.